طموح ومتعددة المواهب، سفيرة السلام هي المهندسة الإماراتية فاطمة جاسم الزعابي، صاحبة 30 ربيعا، والحاصلة على أفضل اختراع في العالم، إذ تمكنت من وضع فكرة تصميم الفلل السكنية للمرة الأولى على برنامج الباوربوينت في الحاسب الآلي، وإنشاء مادة علمية مدونة في كتاب تعليمي يمكن لكل الفئات استيعابها بسهولة ويسر، ما سمح لها بالحصول على شهادة عالمية من طرف شركة مايكروسوفت. طبعا فكرة الاختراع انتشرت على مستوى العالم، وهي تطوير برنامج الباوربوينت لأول مرة كامرأة عالمية. مثل ما تعرفون برنامج الباوربوينت هو برنامج بسيط جدا، برنامج يختص فقط للعروض التقديمية، وهو أكثر برنامج متداول من كل الفئات على مستوى العالم، ونسبة تداوله ما يقارب 90%، لأنه محبب ومرغوب لكل الأجيال حتى الفئات الصغيرة جدا يعني. فتعمدت أني أختار برنامج الباوربوينت لأنه هو أسهل برنامج متداول، وفي نفس الوقت البرنامج اللي تتوفر فيه بعض الأشكال الهندسية في داخله. طبعا خلال ال6 سنوات وبعد ما طورت برنامج الباوربوينت وخذت هذه المدة، إجاني تشجيع من أهلي وصديقاتي إني أقدم المادة اللي تكونت من بين إيدي وهو الكتاب التعليمي، أن أطرحها على الجهة المعنية وهي مايكروسوفت، كون أن برنامج الباوربوينت صاحبة الملكية إلها هي مايكروسوفت. فاتجهت أبحث من خلال السيرش في الإنترنت عن موقع مايكروسوفت في دولة الإمارات، هل يوجد لها فرع أم لا. وفعلا لقيت فرع في أبو ظبي وفرع في دبي، فكان أقرب لي كوني أنا من أبو ظبي. لقيت هذا الفرع في إحدى المولات، واتجهت مباشرة إلى المول لتقديم هذه المادة بين أيديهم، والحمد لله رب العالمين تم استقبالي أحسن استقبال، وإجت الفرصة اللي تفاجئوا فيها من بعد استلامهم للمادة. المهندسة فاطمة منحت مؤخرا لقب سفيرة السلام تقديرا لجهودها الخيرية الحثيثة لصالح الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون، بعد تكريمها من طرف سفيرة النوايا الحسنة الشيخة انتصار الصباح، وذلك خلال مشاركتها في اليوم الوطني الكويتي. طبعا مثل ما قلت لك أنا أحب العالم كله وكل الطوائف ولا أفرق بينهم أبدا، وأوجه رسالتي للصغار والكبار ولكل الفئات ولكل الأفراد ولكل حكام العالم، وبأخص بالذكر حكام العالم. أنا مستعدة كفاطمة الزعابي ولا كسفيرة، أحب دايما أنزل تحت وأراجع نفسي وأوجه رسالتي بطريقة بسيطة جدا من خلال اسمي فاطمة الزعابي. أنا مستعدة أقدم دورات مجانية معنوية تساهم في تطوير الأجيال على مستوى الخليج العربي والعالم أجمع، وكل من يرقب من حكامها بالأخص على مستوى الخليج العربي. مستعدة أني أبادر وأجي شخصيا لكم وأكون بين إيدكم، فقط وفروا لي الأماكن المناسبة، وأنا مستعدة أني أنشأ طلاب قادرين على أنهم يظهرون دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى عالميا ومن دون منازع. هذا أملي الوحيد. إنجازات المهندسة في شتى مجالات التطوير الفوري وصولا إلى لقب سفيرة السلام أنستها في تلك الظروف، وتبقى السفيرة فاطمة مثالا يحتذى به للمرأة الخليجية خصوصا والعربية عموما، متمسكة بطموحها الذي لا يتوقف عند هذا الحد. المرأة العربية المبدعة لا تصل إلى حديقة النجاح دون المرور بطريق التعب والفشل واليأس، وصاحبة الإرادة القوية لا تتوقف في مثل هذه المحطات. لتلفزيون مملكة البحرين، صالح صالحي، أبو ظبي.